الموقف ده من اكتر المواقف المضحكه اللي قابلتني يمكن في حياتي كلها وانا بلعب شطرنج. الموقف ده حصل لي وانا بلعب في بطوله الجمعه اللي فاتت في جولدن نايت، وكنت بلاعب كابتن نازر عبد الصادق. كابتن نازر عبد الصادق طبعا كان بيلعب بالقطعه البيضاء، وانا معيش غير روك، وهو معاه تو روكس وعسكري، يعني هو معاه طبيعتين وعسكري وانا معيش غير طابيه واحده. طبعا انا كنت في الماتش ده كنت متضايق جدا، عشان كنت النتيجه قبلها نتيجه سلبيه، لان انا كنت بكسب الماتش اللي قبليه وخسرته. فكنت داخل اصلا وحشه، وضحيت طابيه في عسكري على الهوا من غير اي تعويض خالص. فكنت يعني داخل الجيم اصلا انا اصلا متضايق وفصلان وكده، فنفسيا ما كنتش مستريح. فهو كان متفوق عليا، بس انا قلت هكمل الدور كده كده يعني، كنت ناوي ان لو الجيم ده كنت خسرته كنت هنسحب. وهيقول لي هو انت كسبت الجيم ده او اتعادلت حتى؟ هقول لك بس اتفرج لغايه الاخر. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. فاللي حصل في الماتش ده ان احنا قعدنا نلعب كتير قوي، فلقيته راح هنا عمل بلندر، يعني بلندر انا ما صدقتش. لقيته لعب الروك بتاعته في الجي 7. اول لما لعب النقله دي كان هو تقريبا وقته على الساعه دقيقه ونص او دقيقتين، وهو اصلا كان في المسابقه واخد الليجل موف، فهو اصلا كان معاه انذار، وكان انا مزود لي وقت وكده. فالمهم ان هو كان معاه انذار، واي غلطه كمان هيخسر الجيم. فبعدين اول لما لقيته عمل دي، رحت بشكل سريع جدا رحت احب الطايه بتاعتي في الجي 6. قلت له يعني بحيث ان هو طبعا لو اكلني يبقى الجيم كده تعادل، ما انا استغليت بقى ان هنا في ستيل ميت. فهو طبعا ما اكلنيش وراح مشي بالملك، فرحت اديته كش تاني، راح مشي بالملك، رحت اديته كش، مشي كش. فضلت امشي وراه كشات 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 كده، بص كده كمل كده كشات. انا مستني التعادل، مستني يكوني واتعادل وخلاص واخد بعضي واقوم وخلاص يعني. فلقيته هنا برضو مشي كده، فرحت عملت كده، راح عمل كده، رحت اكلت الطبيعه. طبعا لو اكلني بالملك ستيل ميت، فهو برضو لسه مصمم ان هو ما يتعادلش. فهنا في وقته على الساعه كان 15 ثانيه، ولاحظت ان هو في الوقت هنا وصل تقريبا 5 ثواني. فاول لما عمل كده انا كنت ناوي ان انا هاكل طبيعي في عسكري واجبره على الباطه، عشان هنا اجبره على التعادل، ان هو لازم ياكلني بالملك كده تعادل رسمي بقى خلاص، مفيش هزار، ما عندوش اوبشن تاني. بس قلت بقى هنا بما اني معايا فرق في الوقت، رحت لعبت الطريقه بتاعتي في الاف 8 وقلت له العب انت. ذكي ذكي، انت ذكي وذواق. فراح لعب عسكري الملك بتاعه هنا تقريبا، رحت مشيت بالطبيعه، قعد يفكر شويه، لقيته خسر بالوقت. وساعتها قعد يبص كده، وبعدين كان هو لابس كمامه، فلقيته قعد يبص كده ويقول لي ازاي خسرت بالوقت ومش عارف ايه. فهو ما كانش مصدق اللي حصل طبعا، وانا برضو مش مصدق اللي حصل، وكل الناس اللي كانت بتتفرج على الماتش ما كانتش مصدقه اللي حصل. ازاي موقف مخسور خالص بالشكل ده يتحول لتعادل، ومن تعادل يخسر بالوقت؟ فكان موقف مضحك جدا بالنسبه لي. طبعا انا لو مصلي الفجر والتراويح وقيام ليل ما مش هيحصل الكلام ده كله، الحمد لله طبعا. وده بعد ما كسبت الماتش ده، كان دي تقريبا الجوله الخامسه، وبعدها كسبت الثلاث ماتشات كمان اللي بعدهم. فكان الماتش ده كان السبب في ان انا اخد جايزه واخد ترتيب اول تحت التقييم بتاعي. فحبيت اشارككم اللحظه دي. لو عجبك الموقف ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان ما يفوتكش اي جديد.